هاي، اخبارك ايه؟ معانا قصة جديدة. واحد بعتلي بيقولي: انا بجد ما شفتش واحدة بالطريقة دي. بيتي بيتخرب بسبب الاهمال وقلة النظافة، والبيت مش نظيف، ونظافة الاولاد، كل ده بسبب مراتي. حتى الاواني والمواعين والحاجات دي عشان ما اشوفهاش اللي هي مش نظيفة ومش مغسولة، بتخزنهم في المطبخ مش نضاف. وانا متجوز بقالي 10 سنين ومعايا ولدين، وانا شغال في القاهرة، واجازتي كل يوم، كل 15 يوم، اجازتي كل 15 يوم. وباجي بلاقي البيت من المنظر الخارجي نظيف، بس من جوه مش نظيف، وحاجة مقرفة. وانا بجد صبرت كتير، وهي مش عاوزة تتغير، ومستحمل حاجات كتير وهي عارفة، ومفيش اي زي ذرة من التغيير، وبتحصل. وانا قراري اللي انا اطلقها، بس مش عاوز اظلم اولادي ولا يتبهدلوا، فهو عاوز حل. حضرتك انت ممكن تقعد تتكلم معاها، يعني تقول لها اللي انا عاوز لما مثلا لما اجي الاقي البيت نظيف، ولادي انت مهتمية بيهم، اجي ابقى احس ان انا في بيتي مرتاح نفسيا. لو هي ما سمعتش الكلام، انت ممكن تقول لحد من اهلها يتكلم معاها، او ممكن انت بقى يعني تشجعها، يعني تقول لها ايه: يلا نقوم نعمل كذا، يلا نقوم نرتب كذا، شوفي ده هي انت عن نغيرها نعملها. ممكن تحس منك بالاهتمام. ممكن دون بسبب ما برضو عندها اطفال في ضغط، انت منتش قاعد معاهم عشان شايف كل اللي بيحصل في البيت. او ممكن بقى الحل الاخير اللي انت ممكن تجيب لها واحدة تنظف البيت على الاقل كل اسبوع. هو ده بيتهيألي ده اكتر قرار مناسب، بس الاحسن ان انتوا تقعدوا تتكلموا مع بعض وتشوفوا، لان انت فعلا انت معاك اطفال، والطلاق ده هيتبهدلوا، هما هيتبهدلوا. هما طبعا عاوزين مامتهم وباباهم. وكمان انت مفروض اللي انت تقعد معاها اكتر، وتشوف ممكن ايه السبب اللي بيحصل اللي هي مش بتخلي البيت نظيف، ولا هو ده طبع اصلا وهي مش هتغيره. طبعا انت هتشوف الكلام وهتشوف تعليقات الناس، وتشوف ان هو الاصلح ليك والمناسب. ويلا باي.